السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنينا معكم السفة. يا ربي تكون سهلة عليكم، وإن شاء الله نديها لكم بطريقة سهلة 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 وتجي شابة وروعة. وتبعوا. بسم الله. غادي ندير هنايا قد غرفية ونص تاع السميد ولا الطعام رقيق، نزيد معها شوية ملح والزيت. هو على حسب الطعام اللي راكو دايرينه الزيت. المهم هنايا الزيت كي تخلطوا بيديكم، كي تحسوا السفه ناقصها زيت تزيدوا شويه. اذا حسيتوها راها كاع شاربه الزيت، كيما اللي نديرو المبسس، كي تحسوا باللي الزيت راه وصل كاع الحبات. المهم هنايا تخلطوها هكا. هاد السفه البنات تندار في 20 دقيقه، ما با 20 دقيقه. هنايا راني دايره القدره فيها الماء يغلي، نرفد منها باش نكب على السفه، والشي الاخر نخليها هكا تغلي، باسكو غادي غير قد 5 دقائق ولا، ونديروها في الكسكاس ونديروها في القدره. المهم تبعوا معايا. هنا نجيبوا الماء طايب، يكون طايب، وتكبوها على السفه تاعنا، ديروها 1 سنتيم فوق هاد السفه. هاد السفه البنات تجي رطبه وتجي روعه بزاف. اللي قالوا لي ديري فيها الحليب، ديري فيها، انا ما نديرش الحليب في السفه بتاتا، ما نعاود بالحليب ما والو. انا هذه هي السفه تاعي. المهم هنا من بعد اللي شربت كاع هذاك الماء، شوفوا كل حبه تجي مفرزه على اختها على بها. قلت لكم خاص الزيت توصل لكامل الحبات تاع السفه باش ما يتعجنناش كي نديروا الماء طايب. المهم هنايا في هذه المرحله نديرها في كسكاس. هنا قلت لكم القدره عندي طايبه كما حنا نقولوا تغلي. هنا نخلوها غير شويه تبرد، قد ما تبرد شويه السفه باش ماشي نحسبوها راها تبخر وهي ماش تبخر. نخلوها غير قد ما شويه تبرد، ونديروها في الكسكاس ونديروها مباشره معنا في القدره. هنا البنات اللي بغاو يديروا الزبيب يديروا في هذه المرحله، اللي يبغوا يديروا الزبيب مع السفه تبخر يديروها في هذه المرحله. الزبيب ديريه من تحت في الكسكاس، من تما كديري عليه السفه. هنا من بعد اللي تبخرت، شوفوا البنات، من بعد اللي تبخرت نجيبوا الماء ونرشوها بالماء. البنات عنداكو تكبوا الماء، يعني نقول لكم رشوا، باسكو هاد السفه راها شاربه الماء، بالمعنى هاد التبخيرات التاليه. مور هاد التبخيره ما نزيدولهاش، صاي عندنا تبخيره واحده فقط. هنا نرشوها باش كل حبه تشرب الماء تاعها وتتفتح معانا اكثر، وما تجيناش معجنه، باش السفه ما تجيكمش معجنه. ماذا بيكم ما تكثرولهاش الماء في المراحل تاع التبخار. هنايا نشوفوها هنا بالمعلقه. شوفوا المعلقه كي ترفدوها تحسوها كلي السفه راها تيبس على المعلقه. هنا عرفوا باللي هنا السفه راه شاربه حقها تاع الماء. نجيبوا الزبده. شوفوا انا غادي ندير غير هاد القطعه الصغيره تاع الزبده، ان شاء الله تكون بانت معكم وصاي. هنا غير قطعتها ونديرها في وسط هكا، نردمها بالسفه باش تذوب. نخلوها ما با دقيقه ولا هي كي تعاود تولي تخلطي، ما تبيش كاع زبده صاي تكون دابت. تخلطيها غايه وتجيبيه في هذه المرحله يا العسل يا السكر. اللي تبغي دير العسل دير العسل، بس انا نفضل اني ندير السكر، باسكو السكر راه في متناول كاع البيوت. ديري السكر على حساب، غير باش السفه ما تجيش صامطه. الواحد كي يرفد المعلقه بلا ما يبقى يجبد في عنده العسل ولا السكر ولا يدري فوقها ياكلها، يحسها باللي مذاق تاعها شباب. هذا ما كان البنات، وان شاء الله بالصحه والهنا، وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات ديالي ان شاء الله. بقى على خير.